السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم جيتكم بشهيوه اللي هي سهله وبسيطه ومناسبه في هذا الوقت العشاء او الكوتي اللي كتعجب الكبير والصغير، والاهم انها اقتصاديه وبمكونات اللي هي سهله. كيف ما قلت لكم نبداو على بركه الله بالحشوه اللي درت فيها انا حبه ديال البصله حكيتها، وحبه ديال الجزر ني مبشور حتى هي، وحبه ديال القرعه مبشور، وحبه ديال الفلفله حمراء اللي قطعتها قطع صغيره، وشويه ديال الصدر ديال الدجاج اللي كتاخذوه وكطحنوه كيولي لكم هكا على شكل يعني بحال شكل يعني كفته ديال الدجاج. ممكن تعوضوها بالكفته ديال اللحم، او لا ممكن ديروها غير بالخضره، راها كتجي لذيذه. غادي ندير لها التوابل اللي درت انا، شويه ديال الملح، درت شويه ديال الفلفل الاحمر، ودرت شويه ديال الابزار، وغندير واحد الملعقه ديال التوابل ديال الدجاج، واحد جوج ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، وندير الحشوه ديالي كطيب على نار اللي هي متوسطه. نمشيو على بركه الله العجين. عندي فيها 3 الكؤوس قياس كاس العنبه دقيق الفرص يعني مغربل، وعندي 2 كؤوس ديال دقيق الفينو اللي ضفت لهم شويه ديال الملح وملعقه كبيره ديال الحليب مجفف، وغادي نضيف واحد الكيس ديال خميره الحلويات وملعقه كبيره ديال سكر سنيده، ونعجنوا العجين ديالنا بالماء اللي يكون دافئ لان الجو شويه بارد دابا. كتعجنوه بالماء دافي، وكتجمعوا العجين ديالكم اللي تحاولوا انكم ما تخفوش العجين يكون يعني بحال هكا مجموع شي شويه وتقيقل شي شويه، ما يكونش يعني خفيف بزاف باش ما يعذبكمش. نخلي العجين ديالي يرتاح لمده نصف ساعه، ونمشيو مباشره للحشوه. من بعد ما طابت ليا هذيك الكبسه ديال الدجاج مع الخضره، غادي نضيف ليها يعني واحد 100 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي كتكونوا رطبتوها، وغادي نضيف ليها واحد ملعقه ونصف كبار ديال صلصه الصوجا، ونردها على النار اللي تكون يعني شي شويه ونحيدوها. هنايا بالنسبه للعجين ديالي قرصتو انا قريصات اللي هما متوسطين. جبت زيت نباتيه وضفت ليها 2 معالق كبار ديال النشا اولا مايزينا، وهذا هو باش غادي نقرصوا العجين ديالنا يعني بدون زبده، وغتجي واحد العجينه اللي كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو مقرمشه وخفيفه وزوينه بزاف. هنا غادي ناخذ كل قريصه ونطلقها هكا شويه بالزيت. اهم حاجه انكم تطلقوا العجين ديالكم مزيان حتى كيبان لكم سطح العمل، باش هكا كتنجح معكم يعني المسمنات ديالكم. ممكن تسميوهم مسمنات اولا فطائر اولا، يعني صراحه كيجيو زوينين بزاف ومقرمشين ولذاذين. وكيف ما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه، ممكن ديروا غير الخضره بوحدها وديروا شويه ديال الزيتون في الاخير، راه كتجي لذيذه. هنايا صافي كيف ما كتشوفوا معايا كتطلقوها بهذا الشكل هذا حتى كتكون العجينه هكا خفيفه. واهم حاجه كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، ملي تكونوا كتعجنوا العجين ديالكم ما تكثروش الماء في الاول ويجيكم العجين خفيف بزاف، يعني العجين خاصو يكون شاد راسو باش كيسهل عليكم في الخدمه. هنايا غير كتبقاو تجمعوها بحال شكل المسمنه، كترشوا شويه ديال الزيت والنشا كيف ما كتشوفوا معايا في كل جهه، باش هكا من نعاودو نطلقوها. كيف ما قلت لكم هذاك النشا هو اللي كيساعد لينا العجين ديالنا كيجي مقرمش وزوين بدون ما تحتاجوا نهائيا للزبده. كنشكلهم في الاول على شكل مسيمنات بحال هكا، وكنكمل الكميه ديالي كامله، وعاد ان شاء الله دوزو تشوفوا معايا المرحله الاخيره. وضروري من هذه المرحله هذه ملي تكونوا كتطلقوا العجين ديالكم يعني تطلقوه من الوسط حتى الجوانب، باش هكا كيجي كامل خفيف وما تبقاش شي جهه اللي تكون غليظه. وكيبقاو بحال هاد الشهيوات هادو كيبقاو صراحه اللي هما ني مناسبين وزوينين، سورتو دابا ملي كيبرد الحال وضروري كتبغي شي حاجه هكا للعشاء، والوليدات كتعجبهم هكا بزاف افكار بحال هكا. وكيف ما شفتوا معايا ما كتحتاج انها ترتاح بزاف اولا فيها شي تماره بزاف، راه هي كتوجد وكتجي يعني شهيوه اللي هي زوينه وبسيطه. هنا كنكملهم كاملين على شكل مسمنات كيف ما شفتوا معايا، وكنعاود ناخذ المسمنه الاولى ديالي اللي جمعت ونعاود نطلقها. نتوما تشكلوهم كيف ما بغيتوا، انا هنايا وحدين غادي نشكلهم على شكل يعني مسمنات دايرين. كتطلقوها بهذا الشكل هذا وكتقسموهم يعني على جزئين، وكديروهم هكا في واحد طبيسيل داير اولا طويجين اولا تشكلوهم هكا غير بيديكم اللي بغيتو. كتحاولوا تجمعوها هكا وكتحيدوا هذوك الزوائد، يعني بقاتكم شي عجينه زايده كتحيدوها وصافي، وكتكون هكا شكلتوها على الشكل هذا وتحطوهم في واحد اللاطه. كتكملوا بنفس الطريقه
وكيف ما قلت لكم الشكل كديروا نتوما اللي الشكل اللي بغيتو، راه عجينه كتجي زوينه بزاف، كتشكلوا منها كيف ما بغيتو. هنا ممكن نديرهم على شكل اللي نيم. تشوفوا معايا الطريقه كيفاش دايره. كتطلقوا لك المسمنه ديالكم، ضروري كتبداو بالاولى وانتم غاديين لانها كتكون ارتاحت. صافي كنحاولوا نطلقوها مزيان وكناخذوا الحشوه ديالنا. انا الحشوه في الاخير من بعد ما ضفت ليها يعني الشعريه ودفت ليها صلصه الصوجا، رديتها على نار اللي يعني خفيفه هكا، حركتها واحد شويه وضفت ليها في الاخير واحد شويه ديال الزيتون، وكتجي حشوه اللي هي لذيذه بزاف. صافي كتشكلوا بهذه الطريقه هذه، وباش تربحوا الوقت كتطلقوها كامله وكتشكلوهم دي بودان بحال هكا، وعاد كتقسموا في النصف، ومازال غادي نقسموهم في الاخير من نديروهم في اللاطه. كنحطوا كل وحده في اللاطه. كنكون وجدت اللاطه ديالي اللي فرشت عليها ورقه ديال الطبخ، وكنجيب اصفر بيضه اللي ضفت ليها واحد الملعقه ديال صلصه الصوجا، وكندهن الفطائر ديالي باش كيعطينا واحد اللوين زوين من بعد ما كيطيبوا. وكيف ما قلت لكم كتشكلوا الشكيلات اللي بغيتوا بهذا العجين هذا، راه كتعطي كميه كثيره وكيجيو زوينين بزاف. هنا كناخذ داك لي بودان، كنجيب واحد الموس اللي يكون ماضي وكنحاول انني نقسمهم، ولكن ما نوصلش الموس ديالي حتى للاسفل، غير يطيبوا لي نص طيبه. عاد كنعاود نقطعهم هكاك كاملين باش ما يلصقوش ليا في الطياب. هنايا انا شاعله الفرن يعني مسخن من قبل، ضروري غادي ندخل لاطه ديالي وغادي نقص الفران مزيان لان خاصنا يطيبوا من الداخل وتجي هذيك العجينه تكون مقرمشه وطايبه مزيان. كتنقصوا كيف ما قلت لكم الفرن مزيان، خداو لي تقريبا 40 دقيقه. اون فوا كيطيبوا من الاسفل كتعاودوا تشعلوهم من الاعلى باش يجيهم هاد اللوين هكا مذهب، وكيجيو مقرمشين ووصلهم الطياب في الوسط، وكيجيو كيف ما قلت لكم الورقه ديالهم مقرمشه وزوينه بزاف وبدون زبده كيف ما شفتوا معايا، وبطريقه اللي هي بسيطه وسهله. هانتوما كتشوفوا معايا يعني داك لي بودان كيف ما قلت لكم من بعد ما قسمناهم كيجيو هكا بحال لينيم، وكيجيو كيعطيو كميه كثيره، وكيجيو هكا كيف ما كتشوفوا معايا مقرمشين، والحشوه كتجي لذيذه بزاف. وكيف ما شفتوا معايا يعني ما كياخذوش وقت بزاف، وما فيهمش يعني مكونات اللي هي كثيره. وكتوجدوهم هكا كيف ما قلت لكم دابا في هذا الجو هذا مع بريد ديال الاتاي ولا مع واحد لا سوب، كتجي عشيوه اللي هي زوينه وخفيفه وكتعجب الكبير والصغير. نتمنى يكون عجبكم الاقتراح ديال اليوم وتجربوه، نتمنى يكون خفيف عليكم. خليت لكم الراحه ومع السلامه.